مرحبا بكم الناس كلها، نصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بردنا اليوم طاجين سبناخ. نعرفوا اللي سبناخ فيه برشا منافع للكبار وللصغار، واليوم إن شاء الله باش نعملوا طاجين سبناخ. نبداو على بركة الله ونشوفوا باش نستحقوا. خديت كعبة بطاطا كبيرة، قشرتها وقصيتها طروف وحطيت لها كعيبة ملح وباش نحط نقلاها. حطيت شوية زيت في القلاية مغرفة، قربت مغرفة زيت نباتي، وعندي ربطتين سبناخ غسلتهم وسقطرتهم وقصيتهم جويدين، سقطروهم مليح. وتوا باش نزبلوا على الغاز، نجمروا شوية. كان تحبوا بالميزان ما يقابل 300 جرام سبناخ. باش نحط رشة ملح مش برشا ورشة فلفل أكحل. نقعد نزبل بشوية الكمية اللي عندي الكل. نشوفوه كما تشوفوا شاح من الماء ويزبل. كان عندنا برشا يولي شوية هكا ونقص، ونعاود نحط الكمية اللي عندي. في العادة رشة ملح ورشة فلفل أكحل باش يجينا السبناخ مطعم فاوح وبنين. كيما شفتوا توا زبل، عد شوية وشاح من الماء. نطفي عليه خليه يبرد ونشوفوا باش نستحقوا. خديت 300 جرام دجاج مزدر، غسلتهم وحطيت لهم قطرة خل وقارص وقصيتهم جويدين. اشترى مغرفة صغيرة ملح، اشترى مغرفة صغيرة تابلو كروية، مغرفة صغيرة كركم، ربع مغرفة صغيرة ثوم مرحي، ربع مغرفة صغيرة فلفل أكحل، اشترى مغرفة صغيرة كليل وزعتر. وعندي بصلة كبيرة، بصل أخضر، قصيت بصلة كبيرة جويدة، غرفتين زيت نباتي في القلاية. نحطوا أول حاجة الدجاج بسم الله، نحط له لفاح، نخلط الدجاج مليح في اللفاح ونحط معاه البصل. بعد ما تقلى مليح البصل واللفاح والدجاج، نزيدو اشتر كاس ماء صغير ونغطيه ونخليه يطيب حتى لين ينشح من الماء نتاعو، ومن بعد نطفي عليه. توا بعد ما حضرت المكونات اللي عندي، البطاطا، الدجاج، السبناخ، باش نسحق حارتين عظم. لو عندي 100 جرام جبن ربي. نحط المكونات اللي عندي، الدجاج، نحط البطاطا، الجبن، 100 جرام جبن باش نفقس العظم. حارتين عظم، رشة فلفل أكحل نحى ريحة العظم. نكمل توا نحط السبناخ، دهنت البلاطو تاعي بالزيت باش نزيد كعبتين عظم من الخليط. حسيت له شوية ماني كعبات، نزيد كعبتين عظم. البلاطو نتاعي كبير، انتوما كان البلاطو أصغر شوية حطوا حتى أقل عظم.
نصب توا الخليط اللي عندي. بسم الله. ندهنو البلاطو بالزيت ولا بالزبدة. حطيت الفور يسخن، نحطو توا في الفور على 180 درجة مدة 35 دقيقة ونتفقدوه. طاجين نحضر ما شاء الله ريحته فاوحة، جاء عالي منظروا. شوفوا كيفاش دوري شهي. جاي نودكم ولا نشهيكم ونقول لكم حبيباتي تاكلوا صحة وبشفاء. مش نستناه يبرد وقصوا وقدمه لكم شهية طيبة للناس الكل. كان عجبكم الفيديو اعملوا لي ابوني وجيم وبسلامة.